هل تعرف متى سترى الشيطان بعينك المجردة وجها لوجه؟ أخي الكريم، إنك محاطا في كل وقت وحين بالشياطين، وكذلك الملائكة، ولكن الله عز وجل قد حجب عنك ذلك إلى سكرات الموت. عندها سترى شيطانك الذي خضعت له في الدنيا، سترى ذلك الشيطان الذي لم تشعر به مطلقا، ستراه بعينك. سترى ذلك الشيطان الذي طالما وسوس لك بفعل المعاصي والكبائر التي لم تستطع في دنياك أن تمسك نفسك عنها. يأتي إليك الشيطان مبتسما متمثلا في صورة والديك أو في صورة أي شخص آخر، ويقول لك في لحظات الموت: مت على اليهودية خيرا لك، مت على النصرانية خيرا لك. فاعلم أخي المسلم أنك إذا كنت ضعيف الإيمان وكنت ممن أطاعوا الشيطان في الدنيا فسوف تطيعه عند الموت. فاحذر أخي المسلم من أن تتبع طريق الشيطان، ونصيحتي لك أن تهتم بقراءة أذكار الصباح والمساء كي تلجم شيطان نفسك وتنجو بها من عذاب رب العالمين. فاقرأ أذكار الصباح والمساء بعد صلاتي الفجر والعصر كي تحمي نفسك من وسوسة شيطانك ومن الشياطين الأخرى التي تتواجد في الأماكن التي تزينها الصور والتماثيل. واعلم أخي الكريم أن الملائكة لا تتواجد في مكان تنتشر فيه الشياطين، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة منحوتة أو كلب إلا أن يكون كلب حراسة أو صيد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبا ولا صورة. وفي رواية للبخاري: ولا صورة تماثيل. وفي رواية لمسلم: ولا تماثيل.